الراجل ده كان ماشي في السوق وفجأة شاف بوتاجاز قديم كده شكله مميز جدا. قرب منه وبص عليه كويس وحس إن القطعة دي ممكن تكون غالية جدا، يمكن حتى لا تقدر بثمن. لكن البائع الغلبان كان فاكرها مزيفة وقال للراجل بكل ثقة خدها ب50,000 دولار. الراجل عمل نفسه مش مهتم وقال له خلاص مش مشكلة أنا ماشي، وفعلا بدأ يتحرك. وساعتها البائع ناداله بسرعة وقال طب استنى يا عم اتفاهم. الراجل قال له بص آخر حاجة أقدر أديك فيها 500 دولار. ولدهشته البائع وافق فورا. الراجل أخذ البوتاجاز بسرعة وراح بيها على محل تحف وانتيكات. أول ما صاحب المحل شافه هز راسه وقال ده تقليد يا عم ملوش قيمة. لكن بنته قالت أكيد جبته من السوق الشعبي، كل اللي هناك مزيف. بس الراجل أصر وقال طب خدوا بصوا عليه تاني كويس. صاحب المحل مسك البوتاجاز ومسحه بحذر، وفجأة لاحظ حاجة. بعد ما نظفه كويس اكتشف إنه نسخة رسمية قديمة جدا كانت بتتعمل بأمر من البلاط الإمبراطوري، يعني ليه قيمة تاريخية كبيرة. وقتها صاحب المحل قال له أشتريه منك بنصف مليون دولار. الراجل باعه وفرح جدا وقرر يدور على كنوز تانية زي دي. لكن صاحب المحل طلب منه يساعده في حاجة تانية. قال له في ملياردير اشترى قطعة بورسلين ب30 مليون دولار وكل الخبراء مش قادرين يحددوا إذا كانت أصلية ولا لا. الراجل استخدم نظره الحاد اللي شبه الأشعة السينية وبص فيها كويس وقال بثقة دي مزيفة.